رحلتك مع السلامة والصحة المهنية لسه في أولها. يمكن تكون سمعت عن المجال ده قبل كده. يمكن شفت شغلانات مكتوب فيها مطلوب فني أو مهندس سيفتي، ما كنتش فاهم يعني إيه بالظبط. يمكن سمعت كلمة سلامة وصحة مهنية في مصنع أو شركة أو في كورس، لكن عمرك ما فهمت إيه هو المجال ده، بينفع مين، وينفعك أنت تحديدا ولا لأ. النهاردة هنتكلم بصراحة وهنجاوب على سؤال مهم جدا: مجال السلامة والصحة المهنية في مصر، هل هو المجال المناسب دي؟ أول حاجة، يعني إيه سلامة وصحة مهنية؟ السلامة والصحة المهنية هي ببساطة العلم اللي بيهتم بحماية الناس في أماكن العمل. يعني لو أنت بتشتغل في مصنع، موقع بناء، مستشفى، أو حتى مكتب، في إجراءات وقوانين لازم تطبق علشان تحميك من الحوادث والإصابات والمخاطر. اللي بيشتغل في المجال ده هو اللي بيشرف على الحماية دي، هو اللي بيمنع الحوادث قبل ما تحصل، هو اللي بيتأكد إن المكان آمن والناس شغالة في بيئة سليمة. طيب مين ينفع يشتغل في المجال ده؟ في 3 مستويات أو 3 تخصصات داخل المجال. 1، فني سلامة وصحة مهنية، وده في الغالب بيكون خريج دبلوم صناعي أو معهد فني، بيشتغل على الأرض في الموقع نفسه، بيتابع العمال، بيشوف معدات الحماية، بيتأكد إن الناس لابسة الزي المناسب، وبيساعد في تنفيذ التعليمات يوميا. 2، أخصائي السلامة والصحة المهنية، ده ممكن يكون خريج معهد فني أو هندسة أو علوم، لكن في مرحلة البداية. الأخصائي مسؤول عن إعداد الخطط، تدريب العمال، تقييم المخاطر، وبيكون حلقة وصل بين الفني والإدارة. 3، مهندس السلامة والصحة المهنية، وده غالبا خريج هندسة أو علوم مع خبرة، هو اللي بيخطط، بيعمل الدراسات، بيتابع التقارير، وبيتحمل مسؤولية كبيرة في حماية المكان بالكامل. طيب إيه مميزات المجال ده؟ المجال ده مطلوب جدًا، خصوصًا في المصانع والشركات البترول ومواقع البناء والمستشفيات، بيفتح لك فرص شغل كويسة داخل مصر وبرا مصر. المجال مستقر لأن وجودك أساسي في أي مكان شغل، تقدر تتطور فيه بسرعة لو اجتهدت واشتغلت على نفسك. الشغل فيه متنوع، ميداني ومش روتيني خالص، لكن زي ما فيه مميزات فيه كمان عيوب. ساعات الشغل طويلة في بعض الأماكن، الضغط عالي لأنك مسؤول عن سلامة ناس كتير، ممكن تشتغل في أماكن فيها مخاطر زي مواقع الحفر أو المصانع التقيلة. أحيانا بتتعامل مع ناس مش مهتمة تطبيق التعليمات، وبتحتاج تبقى صبور ومقنع. طيب السؤال اللي الكل بيسأله: في فرص شغل حقيقية في مصر ولا ده كلام كورسات بس؟ الحقيقة في فرص شغل كويسة جدا، شركات كتير بتطلب فنيين وأخصائيين ومهندسين سيفتي. في شغل في المصانع، شركات المقاولات، شركات البترول والمستشفيات والمولات الكبيرة والموانئ، وطلب السوق عالي على المجال ده بيزيد مع الوقت، لأن كل الشركات بقت ملزمة يكون عندها قسم سلامة وصحة مهنية. أكيد عايز تعرف الرواتب برضو شكلها إزاي. فن السلامة ممكن يبدأ من 4000 جنيه شهريا، ولو معاه شوية خبرة ممكن يوصل لحد 6000 أو 7000. أخصائي السلامة بيبدأ تقريبا كده من 6000 ل9000 جنيه حسب الشركة والخبرة. مهندس السلامة ممكن يبدأ من 8000 ويزيد لحد 15000 أو أكتر مع الوقت. وطبعا المرتبات بتفرق حسب المجال اللي بتشتغل فيه، زي البترول أو المقاولات أو المصانع. في شركات بترول أو شركات أجنبية الأرقام دي بتزيد بشكل كبير. الخلاصة: مجال السلامة والصحة المهنية مجال مهم جدا، ولو أنت بتحب الشغل اللي ليه تأثير وعايز تحمي الناس وعايز تبني لنفسك كارير محترم، المجال ده ممكن يكون اختيار ممتاز ليك. لكن خد بالك، هو مجال محتاج لالتزام وتركيز وقوة شخصية. لو مستعد تبدأ، أنا معاك هنا في مستر سيفتي علشان أساعدك خطوة بخطوة. استناني في الفيديوهات الجاية، هنغطي كل حاجة من أول إزاي تبدأ لحد ما تبقى محترف.